السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا؟ يا رب دايما تبقوا بخير وربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا يا رب العالمين. النهارده هعمل معاكم زي ما انتم شايفين كده الطحينة البيتي الجميلة على اصولها، وهنعمل كمان الدقة اللي بتتاكل مع البقسماط مع السحور. يعني دي من تجهيزات رمضان ان شاء الله. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، وكل عام وانتم طيبين. ويلا بينا عشان ما اطولش عليكم. زي ما انتم شايفين كده كده دي مرحلة التحميص. احنا تحميصة خفيفة بس هنعملها مع بعضنا زي ما انتم شايفين كده. ده سمسم هنجيبه ني، مش هنجيبه محمص، بس عشان يعمل لنا يدينا طعم ويدينا ريحة حلوة اوي في الطحينة لازم تديله تحميصة خفيفة. ماشي. السمسم الابيض اللي هو الني. طبعا انا بعتذر ان كان على الاضاءة او اي صوت مزعج ليكم فسامحوني. انا بعمل الطحينة على ايد امي. طبعا دي طحينة بيتي على اصولها بطريقتها هي، بجد موفرة وحلوة قوي وجميلة جدا وطعمها هيعجبكم ان شاء الله. طبعا زي ما انتم شايفين احنا نقلناها في صينية تانية فاضية، بس عشان تمتص الحرارة بتاعت السمسم، عشان ما يبقاش سخن على الكبة ويبوظها. تمام. فاحنا هنهديها شوية من السخونية بتاعتها عشان نقدر نفرمها. ولحد ما تبرد معانا هنعمل معاكم السمسم المحمص برضو، هنديله تسخينة كده خفيفة علشان يدي طعم جميل جدا في الدقة. فلازم التكه دي برضو مهمه جدا في موضوع الدقه يا جماعه، ان انت تحمصي السمسم اللي هو المحمص ده. هنعمله بس تسخينه. انت كمان عشان تعرفي ان هو سخن ازاي، هتمسكي شويه السمسم في ايديك لقيتيهم سخنوا خلاص هتدفع عليها. تمام. بس ايدك فيه على طول عشان ما تتحرقش منك وتهدي النار لو انت قلقانه. ده ربع كيلو سمسم يا جماعه محمص. ممكن تجيبي تمن، ممكن تجيبي نص يعني، بس انت خدي الطريقه. يعني اهم حاجه احنا بناخد الطريقه ونمشي عليها حسب مقدرتنا. عايزه تجيبي التمن الربع النص براحتك. زي ما انتم شايفين كده الموضوع ان شاء الله مش هيكلفك كتير. الربع كيلو سمسم عامل 25 جنيه، سواء الابيض او المحمص. تمام. فمش هيكلفك كتير ان شاء الله وهيبقى جميل جدا. والكزبره هاتي ب10 جنيه، هاتي ب5 جنيه، بس هاتيها حصى ما تجيبهاش مطحونه. تمام. كده قرب يسخن اهو معانا. ما ندوس عليها قوي يا جماعه، هو اصلا متحمص. فاحنا بنقول احنا هنسخن مش هنحمصه اكتر من هو ايه متحمص، عشان بس لونه ما يغمقش معانا. تمام. فاحنا كده خلاص اوشكنا ان احنا هننزله بس بعد ما يسخن معانا. الدول اللي بقول لكم عليها يا جماعه دي بتتاكل، كان زمان بيقول لك مع السميد، اللي هي القرص اللي هي عامله زي الضفيره دي، واحنا في القرافه واحنا في الحديقه. فكنتوا بتلاقوا السميد والجبنه والبيض والدقه دي معاها. هي دي بقى الدقه يا جماعه اللي احنا هنعملها النهارده دي معاكم. وزي ما شايفين كده نبدا نقلب فيها ونشوفها كمان سخنت ولا لا. لسه شويه. ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتكون سهله عليكم باذن الله. هنفضي برضه ده كمان يا جماعه في حاجه برده عشان تمتص بس الحراره. تمام. بره تحميص للبيت يعني توابل في البيت وكده. فبناخد حبة كزبرة نطحنهم مع السمسم الدق، السمسم الأحمر يتحط عليه حبة كزبرة متحمصين. انت كده كده هتجيبي الكزبرة وتحمصيها. عشان تحطي منها في الدقة. ملوخية عندك هتحتاجيها في أي أكل، وتحطي منها حبة على السمسم الأحمر في الدقة، وحبة ملح بكمون بسيطة عليها. يعني وقت ما تستطعميها حطي حبة بحبة كمون، ملح بكمون لحد ما تستطعمي الحياء بتاعها. بس يعني تحطي على السمسم اللي هو الدقة ملح بكمون لحد ما تستطعميها. مش لازم تكون حرقة، متحدقهاش، حلوة كده مظبوطة، زي شوية سلطة هتعمليهم، زي طبخة ما تحدقش. طبعا عشان اوضح لكم الكلام بتاع امي، هو مش هينفع يتحط على السلطه والطبيخ، ولكن الحياء بتاعه يبقى مظبوط زيهم. الكزبرة كمان اما تتحمص وتطحن في البيت بتبقى ريحتها جميلة في اي اكل، بس اهم حاجة تحمصيها قبل ما تطحنيها. طبعا فعلا بجد الكزبره لما بتتحمص في البيت بتبقى طعمها حلو جدا، في المحشي في الكبده في السمك. طعمها بيبقى حاجه تانية خالص يعني. للبنات الصغيره اللي لسه مقبوله على الجواز، والبنات اللي لسه متجوزه جديد، تسمع النصايح بتاعت الناس الكبيره دي هتنفعكم جامد، هتنفعكم بجد والله.
اقل حاجه ان هي ما تاخدش يعني اي حاجه كده مطحونه. الكزبره الناس بتستسهل وتجيب الكزبره اللي هي الناعمه، طبعا مش حلوه، مش مطحونه، مش متحمصه، مطحونه وخلاص. اهم حاجه في الايام دي البنات اللي طالعه كسل، كله كسل، بيستسهل اي حاجه. لا، الحاجه الكويسه اللي هي ان انت تحمصي الكزبره دي في البيت. بس في بنات مجتهده والله، في بنات بتحب تعمل حاجه نظيفه وبتعمل مهتميه بصراحه. يعني هو كل حاجه بتتراحب فيها وفيها يعني. الكزبره زي ما في حلو في وحش. اتحمصت تمام كده. الكزبره اتحمصت يا جماعه عشان نحط منها على الدقه. يعني انا برضه احط مثلا، اقول لكم انا اهو. تمام، بس ده القدر اللي احنا على ربع كيلو سمسم. خدنا حوالي 8 كيلو. تحت كوبايه شاي، مج شاي صغير يا جماعه، او كوبايه شاي صغيره خدناها كزبره. على الربع كيلو سمسم. تمام. الكزبره تتحمص للاكل في البيت، للطبيخ واي حاجه في البيت. يعني هي قصدها يعني انتوا ايه، بما انت هتعملي الدقه بالمره يبقى حمصي كميتك بالمره. تمام، هتنفعك بقى المحشي، هتنفعك لاي توابل، اي بهارات في الاكل، اي حاجه. خدوا الخطوات وامشوا عليها وبراحتكم بقى، اللي يزود يزود واللي ينقص ينقص. احنا هنا يا جماعه هنطحن السمسم اللي احنا سخناه، اللي هو الني الابيض. تمام. طبعا عايزه اقول لكم المقدار اللي احنا حاطيناه على السمسم ممكن يعادل 5 معالق كبار مليانين من الكزبره على السمسم المحمص. زي ما شايفين كده بيبقى مطحون ناعم جدا يا جماعه، مش مطحون خشن. يعني مش ضربه فقط، لا اضربيه ضربه والتانية لما تحسي ان هو فعلا بقى ناعم وعامل زي البودره كده، بيبقى هو ده المطلوب معانا. تمام، عشان يديكي نتيجه حلوه جدا للطحينه. في ناس بتعملها بالسوداني، في بس بصراحه طعمها بالسمسم بيبقى احلى واروع، وخصوصا طبعا من ايد امي. طبعا اللي عارف الطريقه دي يقول لنا رايه فيها ويكلمنا في التعليقات. ولو عايزه اي استفسار اكتر واكتر ان شاء الله هرد عليكي باستفاضه برضو باي وصفه انت عايزاها، اكتبي لي في الكومنت وارد عليكي على طول ان شاء الله. وطبعا امي فاجئتني بتقولي الفيديو بتاعي بتاع الطحينه هيجيب لك مشاهدات عاليه وهيجيب لك تعليقات حلوه. فبقول لها هو تحدي يعني، انت تتحديني في حاجه زي كده ولا ايه؟ قالت لي لا، بس يعني هي سكت في ربنا ثم في حاجه زي كده. فبجد انتوا شايفين اكتر مني، هي فعلا بجد عندها حق في اللي بتقوله. طبعا بلا شك يكفيني ان هي مشرفاني في فيديوهاتي، ويكفيني ان هي دعواتها ليا على طول. ربنا يديها الصحه ويبارك في عمرها يا رب ويخليها لينا. طبعا دعواتكم ليها الله يبارك لكم ويبارك لكم في امهاتكم يا رب، وربنا يرحم الامهات اللي توفت، ربنا يغفر لهم ويسامحهم ويجعلهم من اهل الفردوس الاعلى يا رب العالمين. طبعا زي ما انتم شايفين كده احنا قربنا نخلص الكميه بتاعتنا. تمام ما شاء الله. بصوا ناعم ازاي جدا، عامل زي البودره، عامل زي الدقيق يا جماعه. احنا كده فرمنا السمسم كله يا جماعه، ده ربع كيلو صح؟ ربع كيلو سمسم ني. كوبايتين دقيق من دي مج، يعني 2 مج من المج ده يا جماعه. 2 اهو. عايرنا مجين يا جماعه من دول. نقلبهم على بعض. تمام. اعير الزيت ولا ادلق الزيت كده وتشوفوا الكوان بتاعه؟ اعير الزيت. مش مشكله، عايرين يبقى افضل يعني، عشان في ناس كتيره جدا بتبقى محتاجه المعيار. ماشي. احنا كده خلطنا الدقيق يا جماعه، مجين الدقيق خلطناهم بالربع كيلو سمسم ني اللي طحناه بعد ما حمصناه تحميصه خفيفه كده، سخن يعني، وحمصناه تحميصه خفيفه ورحنا فرمينه. تمام كده خلطناهم كلهم مع بعض. بسم الله. هنحط الاول حاجه مج يا جماعه وهنقلب ونشوف هنحتاجه ولا لا. هنحتاج مج تاني. مج تاني. طيب مج تاني يا جماعه.
خلاص بقى يعني هي ربع كيلو، لو عايزه الواحده تجيب 8 كيلو هتعمله. تمام كده معجنه يا جماعه. وهنخلط الزيت مع السمسم مع الدقيق كله مع بعضيه. وبعديها بعد ما بصوا احنا التقليب ده هيبقى مستمر عشان كله هيختلط ببعضه ويتجانس، ولما نحس ان احنا عايزين زيت تاني هنحط، مش محتاجين يبقى خلاص. في ناس بتعملها في الخلاط، لكن هي الحاجه متعوده ان هي تعمله كده على طول. تمام، اسهل من الخلاط، الايد وكون في ايدك، كل حاجه في ايدك. في حته تانية يا امي، لو مضرب سلك كمان هي مضرب يدوي يا جماعه هيبقى أيوة. احسن لك كتير جدا برضو، هيساعدك قوي في الموضوع الخلط ده. بس انا ما عملتش حسابي يعني. لا مفيش مشكله، المتاح يا جماعه عندكم. ما عندكيش مضرب اعملي زي الحاجه ما بتعمل بايديها كده بالمعلقه، ولو ما عندكيش خالص يبقى الهراسه. والله مش محتاجه اهو، هي مش محتاجه ما شاء فعلا. الله، الله اكبر اهو، الله اكبر. كده بقت طحينه ما شاء الله. أهي. ومش عايزه تطريها تاني طري، لو عايزه زيت تاني هتطري طري يعني لو تاني. انت مش حباها تخينه وتقيله ممكن تخففيها بشويه زيت. أهي. لكن لو السمك بتاعها ده عاجبك تمام، على كده توكلي على الله. الربع كيلو سمسم على كوبايتين دقيق وكوبايتين زيت. عايزه تحطي زيت تاني عادي، عايزه تطريها تاني عادي. لكن كوبايتين الدقيق دول اساسي، اللي هو المجين اللي انتوا شفتوهم دول يا جماعه، يعملوا حوالي 200 جرام. تمام، للمج الواحد 200 جرام. تمام، ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. الله اكبر. بصوا يا جماعه ما شاء الله، علمت ازاي في المعلقه. يعني هي خدت الحاجه بصباعها وعلمت برضك مكانها. لو انت بقى من البنات اللي هي ما بتحبش تهلك نفسها كتير وما عندهاش صبر، عليك على الخلاط حطي نفس المقادير اللي الحاجه اديتها لك دي، حطيها في الخلاط. ثواني يعني. بصوا يا جماعه الطحينه اللهم بارك جميله ازاي، بجد تسلم ايدك يا حاجه، ما شاء الله جميله، سمكها جميل وما شاء الله طعمها حلو قوي. احنا هنا خلاص هنصفي الطحينه ونحطها في برطمان. بسم الله. تمام كده اهي، تحطيها في برطمان، تحطيها في علبه بغطا زي ما تحطيها عندك. هنحطها في التلاجة او حطيها في المطبخ، بس بصراحه بتبقى حلوه قوي قوي يعني بجد لما بتقعد كتير كمان عندك عامله كيلو بتعتق يعني. ما شاء الله البطرمان عمل كيلو يا جماعه، كيلو والزياده بتاع ربع كيلو. طبعا احنا عارفين كيلو الطحينه دلوقتي عامل كام، تحت كيلو وربع، بتاع حوالي 100 جنيه الكيلو. الحسبه كلها يا جماعه خدت كلها حوالي ربع كيلو دقيق عامل 4 جنيه، وربع كيلو سمسم ب25 جنيه، يعني قولي 30 جنيه. ومعاكي اقل من نص ازازه زيت. تمام، طبعا احنا الزيت متوفر في بيتنا شويه، يعني اللي عندها نص، يعني عندها ازازه عندها 2 بتوع التومين تاخد منها نص ازازه، مش هيكمل كمان نص ازازه منها بالمعيار اللي احنا قلنا لكم عليه، المج اللي انتوا شفتوه. تمام كده، اي نوع زيت متوفر عندك اعملي بيه. هنغطيه يا جماعه وهنركنه في التلاجة عند الاستخدام، وهناخد منه او في المطبخ، ضرفه المطبخ عندك. ويلا بينا عشان نعمل الدقه مع بعضينا، ونبدا معاكم على بركه الله. زي ما انتم شايفين كده الدقه ربع كيلو سمسم محمص سخناه وحطينا عليه مقدار كوبايه شاي او 5 معالق كبار مليانين من الكزبره الحصى. كمان عايزه اقول لكم على حاجه، موضوع التوابل دي الحاجه مربيانا عليها من صغرنا، ان احنا ما ينفعش نجيب اي حاجه مطحونه من بره، ما نضمنش ايه اللي مطحون فيها، فكل حاجه بتبقى قدام عينينا زي ما انتم شايفين كده بنجيبها خشنه ونطحنها في البيت. حتى لو انتي واثقه من العطار ذات نفسه مفيش ادنى مشكله تعملي حاجتك في بيتك بايديكي قدام عينيكي. وحتى اللحمه واي حاجه تطحنيها في بيتك افضل لك كتير من انك تجيبيها مفرومه من بره، ما تضمنيش ايه اللي فيها وايه اللي مطحون معاها. تمام، ريحه الكزبره اللهم بارك جميله،
بجد كده حاجة حلوة قوي لما بتكون متحمصة يا جماعة. غير متحمصة ملهاش اي ريحة ولا ليها اي لازمة. طبعا احنا حاطين فرشة عشان امي طبعا رجلها وجعاها، ربنا يشفيها لنا يا رب، فهي بتعمل وهي قاعدة. لكن لو انتي حابة تعملي وانتي واقفة براحتك، لكن هتقعدي حطي فرشة عشان السجادة تحافظي عليها من الزيت. اللي لسه شايف الفيديو دلوقتي يا جماعة، ده 4 كيلو سمسم محمص، سخناه على البوتاجاز وحطينا طبعا عليه حوالي كوباية شاي صغيرة او وسط، مج بتاع مج، حوالي مج يعني من الكزبرة المتحمصة. تمام. او زي ما قلت لكم للناس اللي هي بتحب المعالق، حوالي 5 معالق كبار مليانين من الكزبرة. طبعا دي الدقة يا جماعة جميلة جدا، واللي جرب الدقة او بيعملها او بياكلها او عارفها من زمان من قبل التمانينات بجد يقول لنا الكومنتات بتاعته رأيه فيها ايه، وفعلا مستمر عليها ولا لغاها. تتحط في الفطار الصندوق الصبح، يا اما في السحور، في الفطار بتاع الايام العاديه اللي في الفطار. لكن في الصيام يبقى في السحور، تتحط جنب السحور اللي ياكل منها. على فكره يا جماعه الدقه دي جميله جدا وخفيفه، فمش هتتعبي خالص. طعمها جميل جدا، اللي ما جربهاش يجربها ويقول لنا رايه فيها ايه، وبجد ان شاء الله هتعجبكم باذن الله وهتعملوها على طول. كمان عايزه اقول لكم على حاجه، دي من تجهيزات رمضان. كل عام وانتم طيبين، رمضان داخل علينا على ايام قليله، فأعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وعلى الامه الاسلاميه اجمعين. ريحه الكزبره المتحمصه وريحه السمسم عامله شغل جامد صراحه. طبعا الناس اللي قصرت في شهر رجب وقصرت كمان في اول شعبان في العباده والطاعه والقرب من ربنا، الحقوا ايامكم القليله دي في شعبان عشان خاطر تجتهدوا وتجددوا النيه ان شاء الله وتخشوا على رمضان بكل عزيمه. طبعا احنا كده خلاص الحمد لله خلصنا كميه الدقه مع الكزبره. يا ريت اللي لسه بيشوف الفيديو معانا دلوقتي مستمر معانا يعمل لنا لايك، يعمل لنا كومنت، يعمل شير، يعمل اشتراك في القناه ان شاء الله باذن الله. ما كانش اشترك معانا ينورنا دايما ونسعد بوجوده معانا. طبعا اللي حابب الفيديوهات بتاعت والدتي وطبعا عايز منها معلومات نصايح وصفات يقول لنا في الكومنتات، وان شاء الله باذن الله ننزل لها فيديوهات خاصه بيها. طبعا ما تنسوش اهم حاجه تدعموا الفيديو بتاع حق امي زي ما هي طلبت وقالت هي نفسها ان الفيديو بتاعها يوصل لمشاهدات عاليه ويبقى فيه كومنتات حلوه ليها، فيا ريت تدعموها وتفرحوها وخلونا نشوف ان شاء الله باذن الله الفيديو بتاعها فعلا زي ما هي قالت وهيوصل للي هي عايزاه ولا لا. ان شاء الله تكون وصفتنا بسيطه وسهله وتكون ان شاء الله معاكم مش محتاجه مجهود ولا تكلفه. طبعا انت كفايه ان انت تعمليها في بيتك وهتوفري اكتر من 100 جنيه او 100 جنيه تمن الطحينه. بصوا الكمون، معلقه كمون كبيره يا جماعه. ممكن يعني تدي طعم حلو بصراحه. كمون كمان وهيبقى حلو جدا للناس اللي عندها قولون. الملح مش كتير، بسيط يعني، ما يبقاش احياءه عالي قوي يا جماعه، خلوه وسط عشان تاكلي منه متزهقيش. واملاح للناس اللي هي ما بتحبش الحاجه مالحه، يعني يبقى حلو عشان الاملاح وكده. طبعا احنا عارفين فوائد السمسم وعارفين فوائد الكزبره، فكلها حاجه جميله جدا، والكمون، فكلها حاجه جميله جدا وهتفيدنا قوي في جسمنا. يعني كل ده دي نص معلقه مليانه، نص معلقه كبيره مليانه، مش معلقه مليانه، لا معلقه مسح او نص المعلقه ملح. طبعا مش محتاجه ملح كتير يعني نص معلقه ملح كبيره، يا مثلا معلقه ممسوحه يا جماعه. زي احياء الطبيخ، زي احياء شويه سلطه. تمام. تعمل دقه ايه بقى انت كده؟ دوقي، امسكي المعلقه ودوقي. لا اهو.
جميله اللهم بارك. مش محتاجه ملح ولا حاجه. لا هي مظبوطه نص ما شاء الله. معلقة. ما شاء الله. ادي يعني الحاجه معاكم اهي. الحاجه اللي في البيت جميله، بتبقى كلها بركه وخير يا جماعه، وحلوه اول حاجه انت عاملاها بايديكي. الطحينه جهزوها لرمضان، الدقه من السمسم دي برضو جهزوها لرمضان، لسحور رمضان وكده. تمام. الحاجه دي هتفيدكم، يعني هتفيدكم ورخيصه. يعني بدل ما هتجيبي ربع كيلو طحينه هتعملي كيلو ونص طحينه او كيلو وربع طحينه. تمام ما شاء الله. وده الله اكبر اهو. وبعد ما خلصنا خلاص معاكم، عملنا الطحينه في البيتي، وعملنا كمان مع الدقه اللي هي جميله جدا، بتتاكل مع البقسماط، مع القرص، مع البيض، مع الجبنه، مع فول. هتنفعكم جدا في السحور. طبعا رمضان داخل علينا، كل عام وانتم طيبين. فالحاجات دي هتنفعكم جدا وهتوفر معاكم في البيت. فاعملوا الطحينه البيتي الجميله دي من ايد الحاجه، واعملوا كمان الدقه دي حلوه قوي، هتعجبكم ان شاء الله. دقه 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 يا جماعه، مش دقه، دقه. تمام. طبعا اللي عارف الدقه يقول لنا في الكومنتات، واللي مش عارفها ادي احنا عرفناها لكم، وجربوها وان شاء الله مش هتندموا عليها. وطبعا عملنا لكم الطحينه البيتي الجميله دي بايد الحاجه، اعملوها ان شاء الله، مقدرها سهله جدا، وهتوفري بدل الكيلو ب 400 جنيه مش هيكلفك حوالي 50 جنيه. هتكمل مادام عندها زيت في البيت. لو عندك الزيت في البيت طبعا هيوفر معاكي كتير طبعا. لو هتغرمي بس حوالي 30 جنيه ب5 جنيه كزبره. ب5 جنيه كزبره عادي تمشي. ب5 جنيه كزبره عادي. مع الربع كيلو السمسم يبقى ب25 جنيه طبعا. والزيت هيبقى عندك متوفر، هتاخدي اقل من نص كيلو اللي هو المعيار المجان، هيعمل معاكي كيلو وربع. تمام. مش هيعمل معاكي كيلو، هيعمل كيلو وربع والزياده كمان. وبكده خلاص نكون وصلنا لاخر وصفتنا، وخلصت معانا على خير. اتمنى ان شاء الله نكون ضيوف خفاف عليكم، ونكون عند حسن ظنكم، وتكون وصفتنا سهله وبسيطه عليكم، وتقدروا تعملوها ان شاء الله. ووفرنا طبعا لبيتنا كيلو الطحينه لابو 100 و100 والزياده، عملناه ب30 او 35 جنيه لا يذكر. يعني ما شاء الله اللهم بارك. توفير جميل جدا لينا. والدقه الجميله دي عملنا برضو اكتر من كيلو. دمتم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم.